بس التركه هنا ان انا كنت اول مره اعرف ايه لازمه اليو اس بي اللي موجوده في اي راوتر. ولو انت ما تعرفش فهقول لك يا صديقي، هل فعلا ده اقوى راوتر في 2026 نزل مصر؟ وهل يستاهل سعره 1700 جنيه؟ وهو ده الجهاز بقى اللي هيخلص كل مشاكل الانترنت الضعيف في البيت؟ استلمت الراوتر ده النهارده من اتصالات ومن غير ولا جنيه، وهقول لك في اخر الفيديو ازاي من غير ولا جنيه. وخدته بقى وروحت بيتنا كده، بس بعد ما مسكت البوكس بتاعه وابتديت اقرا اللي مكتوب عليه لقيت مكتوب مميزاته التقنيه زي ما مكتوب على العلبه كده بالظبط. فانا هقول لك على الميزات اللي مكتوبه عليه وهنفسرها كده مع بعض بسرعه جدا، بس اكيد مش هقدر اقول لكم المميزات دي حقيقي ولا مش حقيقي ولا كلام اعلانات مكتوب ومطبوع على علبه منتج. اول ومش اهم ميزه في الجهاز ده انه مكتوب عليه انه بيقدر يشغل شبكتين في نفس الوقت. الاولانيه دي بتخلي مدى الانترنت يوصل لمدى ابعد من الراوتر القديم، والميزه التانيه بتديله سرعه اعلى في تشغيل الفيديو والجيم. والميزه في الراوتر ده بالذات انه بيشغل الشبكتين في نفس الوقت. وتاني نقطة موجودة ومكتوبة ومعتمدة في الجهاز ده انه بيوزع الانترنت على اجهزة كتير، على اكتر من جهاز في نفس اللحظة من غير ما السرعة تقل في جهاز تاني. ده لو عندك في البيت موبايلات او شاشات او لابتوبات متوصلة على نفس الشبكة، او انتوا اسرة كبيرة، او انتوا كذا شقة بتستخدموا نفس الراوتر فيه مخارج سلكية. وفي حاجة اول مرة كنت اعرفها هقولها لكم في الفيديو ده، في مخارج مناسبة للكمبيوتر والبلاي ستيشن والشاشة، وفي مخرج يو اس بي للفلاشة والهارد زي اي راوتر في الدنيا. بس التركة هنا ان انا كنت اول مرة اعرف ايه لازمة اليو اس بي اللي موجودة في اي راوتر. ولو انت ما تعرفش فهقول لك يا صديقي، تقدر توصل من المخرج ده فلاشة او الهارد اللي بيبقى اكسترنال وتخليهم مشتركين على الشبكة، واي جهاز فاتح الواي فاي ده يقدر يفتح الملفات الموجودة عليهم. معلومة جديدة والله اول مرة اعرفها، وما اعرفش برضو ممكن نستفيد منها ازاي. ممكن يكون مثلا لو في مكتب او شركة او شغل حاجة نستفيد منها، لو حد بيستخدم الخاصية دي يا ريت يقول لي نقدر نستفيد بيها ازاي لو احنا اسرة في البيت. الراوتر فيه زرار اسمه WBS الذكي، زرار ذكي بيوصل اي جهاز بالواي فاي بضغطه واحده من غير ما تكتب باسورد ولا يوزر ولا اي حاجه من الحاجات دي. واحنا بنفتح العلبه كده وبنشوف الراوتر عباره عن ايه وبيجي معاه ايه، خلينا نتكلم عن السعر. سعر الراوتر ده لو دخلت بصيت على اسعار الراوترات بشكل عام مش اتصالات بس، دورت على امازون او على اي موقع بيبيع الراوتر او الاجهزه، هتلاقي ان سعر الراوتر ده طبيعي، يعني مش غالي بالنسبه للفئه اللي بينافس فيها. كل الراوترات تقريبا بنفس الامكانيات بنفس الرينج السعري. فانت لما تاخده من اتصالات او مثلا لو هو موجود في فودافون او في وي او في اي شبكه بتقدم لك الخدمه ب 1710 جنيه بالظبط، فانت شاري الجهاز بسعره الطبيعي، يعني مفيش زياده ولا في مبالغه عشان هو مثلا من اتصالات او من غيره. يعني بالنسبه للسعر لوحده مش هنقول ان في مشكله. السؤال بس هو هل هيكون اداء الراوتر ده قد الكلام اللي مكتوب عليه، ولا زي الدعايه اللي احنا واخدين عليها من الشركات وان ده اقوى كارت في مصر وان دي اقوى باقه في الدنيا وان الانترنت ده ما بيخلصش. الجهاز شكله جميل وجديد، احلى بكتير من الراوتر القديم، وتحس كده انه هيبقى اضافه من حيث الشكل في البيت. ممكن اكتب لكم رايي بعد كده في كومنت تحت الفيديو بعد ما اتاكد ان الجهاز ده في البيت فعلا يستحق ولا لا. وزي ما انت متعود في القناه اللي انت بتشوف فيها الفيديو ده، لو كتبت تعليق مهم ممكن يفيد غيرك فتعليقك بيتثبت اول تعليق تحت الفيديو طالما في شيء نافع وممكن يفيد حد غير. الجهاز ده وانا بشتريه تقدم لي عرض من موظف اتصالات ان انا ممكن اشتريه بنص السعر بس ده لما صممته وابديت له رغبه ان انا مش هشتريه كاش، وكنت باكد له ان انا عايزه قسط. فيمكن دي استراتيجيه بيستخدموها مع الناس اللي داخله تشتريه قسط، انما لو دخلت موضح من الاول انك عايزه كاش ما اظنش انهم هيعملوا لك العرض ده. وزي ما قلت لكم في اول فيديو انا خدته من غير ولا جنيه لاني خدته بالقسط، ولو قسمت سعره على 30 شهر هو ده المبلغ اللي انا بدفعه مع فاتوره الانترنت كل شهر. سلام.